فلا تنسوا الترحم على شهداء الجزائر في التعليقات. شكرا لكم. موضوعنا اليوم هو الإجابة على الأسئلة التالية: كيف تحررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي؟ أو بعبارة أخرى، ما الذي يجب على الدول المحتلة أن تفعله لتستجمع قوتها وتطرد الاستعمار باستخدام الجزائر كنموذج؟ بداية المقاومة الجزائرية. كل أمة تعرضت للاحتلال رد فعلها الطبيعي هو المقاومة. الجزائر لم تكتفي بمقاومة واحدة، بل سجلت عدة مقاومات شعبية. إذا تحدثنا عن الحركة الوطنية سنجد أن هناك آراء وتفسيرات عديدة حول نشأتها. يمكن القول إنها بدأت من سنة 1912 أو 1918، لكن هذا يتجاهل النشاطات السابقة التي لا تقل أهمية. مثلا حمدان خوجة بدأ النضال السياسي منذ بداية الاحتلال الفرنسي. أسلوبه كان مختلفا، فهو كان يعتمد على كتابة الرسائل والتقارير. كان يطالب الالتزام بالمعاهدات مع الداي حسين، وهذا دافع الفرنسيين لنفيه. كذلك محمد بالعنبي الذي كتب للجنرال الفرنسي مطالبا بالالتزام بالمعاهدات، وأحمد بودربة الذي كان رئيس مجلس الجزائر العاصمة وحاول حماية مصالح المسلمين. الحركة الوطنية الحديثة. الحركة الوطنية الحديثة في القرن العشرين تختلف عن النضالات السابقة في أواخر القرن التاسع عشر. بدأت حركة النخبة والشبان الجزائريين من المهاجرين في فرنسا عام 1892. من أعضائهم البارزين بالقاسم بتهامي ومختار الحاج سعيد أسسوا جريدة التقدم عام 1904 وغيرها من الجرائد مثل المصباح والهلال. حركة المحافظين والجمعيات الأخرى. في نفس الفترة ظهرت حركة المحافظين اللي كانت تضم رجال الدين والمرابطين مثل عبد القادر المجاوي وعبد الحليم بن شماس. كانوا يخشون على هوية الشعب الجزائري من التنصير والفرنسة. أيضا ظهرت اتحادية المنتخبين المسلمين الجزائريين بقيادة شخصية مثل فرحات عباس. كانوا يعتقدون أن الاندماج مع فرنسا هو الحل لضمان حقوق الشعب الجزائري. حزب النجم شمال إفريقيا وجمعية العلماء المسلمين. حزب النجم شمال إفريقيا الذي كان بقيادة الحاج علي عبد القادر طالب بحكومة وطنية جزائرية وبرلمان جزائري. وفي الوقت نفسه تأسيس جمعية العلماء المسلمين بقيادة عبد الحميد بن باديس، التي كانت تهدف إلى تعزيز الثوابت الوطنية ومحاربة الجهل. في عام 1936 اجتمعت النخبة الجزائرية بمختلف أفكارها في مؤتمر إسلامي في باب الواد. كان هذا التجمع تاريخيا حيث تتم مكاتبة مطالب الشعب الجزائري مثل إلغاء التمييز والمعاملات الخاصة بالجزائريين والمساومات بين النواب المسلمين والفرنسيين واعتبار اللغة العربية لغة رسمية. استقلال الجزائر لم يكن سهلا، بل كان نتيجة لتضحية كبيرة ونضالات متواصلة على مر العصور. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الحلقات التاريخية. شكرا لكم وإلى اللقاء. يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غايتنا، يحيى الوطن. الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غايتنا.